السلام عليكم المشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى تكونوا كاملين ملاح وبخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم البانكيك كما راكم تشوفوا. هنايا عندي فطائر البانكيك، كيجيو زوينين وكيجيو اقتصاديين. اليوم ان شاء الله غادي نشاركهم معكم وغادي تشوفوا معايا الطريقه والتحضير. وهكا المشاهدين ديالي، كنتمنى لكم تعاونوني باللايكات وتدعموني وما تبخلوش عليا، وفرجة ممتعة. ونمشيو ان شاء الله نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. وانا المشاهدين ديالي، بسم الله على بركة الله، غادي نبداو بالمقادير. هنايا عندي 2 ديال البيضات كما راكم تشوفوا، وهنا عندي شويه ديال الليمون محكوك، وهنا عندي قبيصه ديال الملحه، وهنا عندي 2 مغارف ونص ديال سكر سنيده. غادي نخلط هاد المكونات مزيان. هنا عندي 6 ديال المعالق ديال الزيت كونوا كبار. هنايا عندي 2 كيسان ديال الحليب بعبر كاس العنبه. وهنايا عندي 250 غرام ديال الفرينه، وعندي خماره حمراء الوزن ديالها 8 غرام. غادي نضيفها مع الفرينه. القوام ديال العجينه خصه يجي شويه قاصح، ما يجيش خفيف، يجي بحال العجينه ديال الكيك. وراه ساهل ومقادير مناسبه كما راكم تشوفوا، وكيجي زوين بزاف. وهكا المشاهدين ديالي، القوام ديال العجينه هانتوما كتشوفوا كيجي هكا، كيجي ثقيل. ومباشره غادي نبدي نطيبو. غادي نسخن المقله ديالي فوق البوطه، وهكا المشاهدين ديالي غادي نهز واحد الكميه في هاد المغرفه الكبيره هكا. غادي نبقى نعبر بها مزيان، وغادي نديرها في المقله. وهكا غادي نحاول نقادها، وغادي نديرها فوق البوطه طيب. وهكا ملي غادي تبقى طيب غادي دير دوك الفقاعات بحال شكل البغرير. وهي لا غادي كي طيب مزيان غادي نقلبها على الوجه الاخر.
وهنايا غادي نحاول نقلبها هكا، غادي نخليها تحمر على الوجه الاخر وهكا وهكا. المشاهدين نقلبها، هي جات على هذا الشكل هذا كما راكم تشوفوا، هي محمره ومنها مجمره. وهكا غادي نعاود معكم واحد الحبيبه اخرى، وهكا غادي نعاود معكم واحد الحبيبه اخرى. نحاول نسيحها هكا شويه باش تجي مقاده. وهكا المشاهدين غادي نعاود معكم حبه اخرى. وهكا نسيحها مزيان. وهكا المشاهدين نخليوها طيب مزيان. وهكا المشاهدين ديالي هانتوما كتشوفوا كيجي مجمر. وهكا نعاود نطيب الكميه اللي بقات لي. وهكا المشاهدين هذه هي الكميه الاخيره اللي بقات، هاد الزغنونه. وهنايا المشاهدين ديالي هذا هو الشكل النهائي ديال البانكيك ديالنا ديال اليوم. هانتوما كتشوفوا جا زوين تبارك الله ما شاء الله، وكيوجد لك يعني في مده قصيره. وهكا تحضره لوليداتك ولا لضيافك كما راكم تشوفوا، جا زوين تبارك الله محمر. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالو كيفاش يجي داير، جا واعر. وهنايا انا غادي نقدمه مع شويه ديال العسل. وهكا المشاهدين ديالي اللي بغى يذوقوا باش ما بغى، انا فضلت نقدمه غير مع العسل بركه. وكنتمنى يعجبكم، وباي باي لكم حتى الفيديو واحد اخر ان شاء الله.